وخلي بالك الشيطان بيمشي مع الانسان بنفس السيناريو. ازاي نوقع واحد قوه ايمانه كويسه؟ اكيد مش هروح اقول له اقتل، بس هيقول لك ايه مثلا؟ بنت جارتك الغلبانه اللي انت بتشوفها بترجع بالليل، انت عارف اخوها راجل محترم، اقف اديها كلمتين. يروح رايح هو نيته ايه؟ خير، بس الشيطان مهيئها لسيناريو تاني هو ما يعرفش عنه حاجه. فتبدا من اول الخطوه الصغيره دي اللي اصلا هي باين ان هي خير، سيناريو تاني خالص يخش فيه ملوش علاقه خالص بنيه الخير. فنفس الفكره في الطاعه، يعني تحاول تشتغل بنفس التكنيك بتاع الشيطان عشان تعرف تقرب، لان هو بيبعدك بنفس الطريقه. كل خطط الشيطان بنسبه 99% بتبدا بالخير. ما تصدقنيش، يعني ممكن ما تصدقنيش لو قلت لك حاجه زي كده، واجيب لك اكبر دليل. انت لو جات لك فكره وحشه في دماغك او حاجه غلط هتعملها؟ لا. لكن ايه اللي انت مش هتفكر فيه؟ خير. لو فكره حلوه، فالشيطان هيخش لك بفكره وحشه ازاي؟ هيستغل الجزء الحلو اللي جواك وهو مرتب سيناريو ازرق بعديها. انا لسه كنت بتكلم مع واحد صاحبي النهارده، قلت له فكر مليون مره قبل ما تاخد الخطوه الحلوه والخير، لان احيانا بتبقى صورتها خير لكن هي زي الزفت.